توقعاتنا في الحلقة ال24 من مسلسل المعلم. شفنا إن زمزم لما بعد ما تعبت وراحت المستشفى وكانت حالتها خطيرة، المعلم اتصرف في الفلوس وراح وجابها من الجنتل إن ده حق أبوه اللي هما كانوا واخدينه منه علشان يعالجها، وفعلا جرب الفلوس على المستشفى وقال للدكتور أنا جايب فلوس كتير عشان تعمل المستحيل وتعالج زمزم. وفي الوقت ده كان الدهب وأخت المعلم واقفين في المستشفى مع زمزم، وأول ما دخل المعلم شافهم بيعيطوا، فالمعلم سأله الدكتور وقال له في إيه، وسألهم وقال لهم في إيه. الدكتور قال له ادخل علشان زمزم عايزاك. ففعلا دخل لزمزم، وزمزم قعدت تتكلم معاه وتقول له أنا عايزة أقول لك سر، وهو يقول لها أنا مش عايزة أعرف حاجة. وبعد كده نده الدهب وقالت له يا معلم لازم تتجوزها، وحافظي على ابني يا دهب وخدي بالك منه وسلمي لي عليه. وطبعا هما بيقولوا لها ما تقوليش كده، انت مش هتموتي وانت هتعيشي وتربي ابنك. وفعلا زمزم، وقفلت الحلقة ان زمزم ماتت. والمعلم بشر راح المستشفى القلاش أول ما عرف إن هو عاوز يعترف بالسر القديم، وقال له أنت عاوز تفضحنا؟ أنت عايز تقول حاجة اندفنت ليه؟ بلاش يا قلاش. قلاش رد عليه وقال له أنا هقول للمعلم على كل حاجة علشان المعلم هو اللي هياخد لي حقي. والمعلم بشر بيكلم قلاش وبيقول له بلاش يا قلاش، بلاش تتكلم وبلاش تقول السر وبلاش تقول حاجة للمعلم. قلاش مات. بسرعة جه الدكتور وقال في إيه، عملتوا إيه، وقعدوا يسعفوه في المستشفى. لكن قلاش في الوقت ده مات، وبشر خلاص اتأكد إن هو مات وخد بعضه ومشي، وخاف لا يتهموه إن هو عمل له حاجة. والجنتل مش عارف يعمل إيه ولا ياخد البضاعة إزاي من المعلم، وحاول معاه كتير بكل الطرق، لكن المعلم خد منه الفلوس اللي قدر عليها وقال له المحلات والفيلا وكل حاجة تتكتب باسمي، وهفكر هديك البضاعة إمتى. وجاله التاجر الكبير علشان ياخد منه الفلوس أو البضاعة، لكن ما هوش عارف يعمل معاه إيه. وخد من الفيلا كل التحف والأنتيكات الغالية وقال له دي على ما تجيب لي البضاعة يا جنتل، لأن كده خلاص أنت نهايتك قربت. وجت بنت الجنتل وشافت الموقف ده وقالت له يا بابا أنت كويس؟ قال لها أنا كويس، بس أنا مش عايزك تخرجي من البيت بعد كده. قالت له شغل يا بابا؟ قال لها ولا شغل ولا بتاع، أنا عايزك تقعدي في البيت وما تخرجيش لأن أنا عندي مشكلة شوية في الشغل على محلها. فقالت له حاضر يا بابا. هنشوف في الحلقة ال24 إن زمزم ماتت وراح المعلم دفنها، وكان مصدوم وزعلان وحزين عليها، والكل زعلان عليها، دهب واخت المعلم وكلهم. وبعد كده الدكتور هيتصل تاني بالمعلم وهيقوله تعالى علشان قلاش عايزك. وطلع قلاش ما ماتش، وفعلا هيروح المعلم لقلاش وهيسمع منه القصة كلها، وقلاش هيقول للمعلم على كل حاجة، هيحكي له السر اللي كانوا مخبيين عنه سنين وهو ما يعرفش حاجة، وكان نفسه يعرف مين اللي عمل في أبوه كده. هيقول له إن بشر وعمك هما اللي حطوا البضاعة لأبوك في العربية وخدوا فلوس على الكلام ده. فعلا هيتصدم المعلم وهيفكر إزاي هينتقم من الناس دي، ومش هيتجوز دهب لأن طبعا هيتصدم في بشر، هو كان بيحبه جدا زي أبوه، لكن لما يعرف إن هو سبب إن هو في موت أبوه وحبسه مش هيتجوز دهب وهيبعد عنها. ودي توقعات الحلقة ال24 من مسلسل المعلم. ممكن تقولوا توقعاتكم في التعليقات. ملخص الحلقة ال28 من مسلسل المعلم. شوفنا المعلم ازاي يرجع حق أبوه بعد اللي حصله، ونفسه يعرف مين اللي عمل كده في أبوه. وفعلا راح لقلاش المستشفى لأنه ما ماتش بعد ما الدكتور اتصل بيه وقال له إن أنا هقولك على الحقيقة كلها. وقلاش قال له إن فعلا هو كان بيهرب مخدرات زمان، والجنتل كان لسه صبي صغير عنده، والجنتل هو اللي عمل كل ده علشان يشيل قلاش من السوق ويبقى هو كبير السوق. وحكاله بالتفاصيل إنه فالمعلم رد عليه وقال له المهم مين اللي حط المخدرات لأبويا في العربية وعامل فيه كده. قال له أنا هقولك النص التاني لما تاخد لي حقي من الجنتل. قال له إزاي يعني؟ وفعلا حاول إن هو يموته وقال له أنا هموتك يا قلاش لو ما قلتليش الحقيقة كلها. قال له أنا مش هقولك أي حاجة إلا لما تاخد لي حقي من الجنتل الأول. وعم المعلم قلقان لقلاش يقول له الحقيقة كلها، وفعلا سأله قال له عملت إيه مع قلاش يا ابني؟ عرفني قالك إيه بالظبط؟ قال له قال لي كل حاجة. طبعا عمه اتخض وقال له كل حاجة إزاي؟ ورد المعلم على عمه وقال له قلاش ما قاليش الحقيقة كلها يا عمي. قال له مين اللي عمل فيه كده بس، لكن ما قاليش مين اللي عمل في أبويا كده وحطله المخدرات في العربية. في الوقت ده عمه قلق جدا وبصله واستغرب. قال له يعني هو ما قالكش حاجة تانية؟ قال له لا ما قاليش حاجة تاني. وبعد كده هنشوف دهب راحت للفيلا للمعلم هي والمعلم بشر ومنعم أخوها علشان عايزين يشوفوا حسن، لأن دهب عايزة تعمل بوصية زمزم قبل ما تموت ووثقها على حسن وقالت لها متسيبهوش. ودهب عايزة تعمل بوصية زمزم وتاخد حسن وتربيه ويفضل معاها على طول وتاخد بالها منه. المعلم خد الفيلا وكل المحلات في السوق اتكتب عليها اسم المعلم، والجنتل عمل له مكتب كبير باسمه، والسوق كله بيتكلم عن المعلم وإن هو خد كل المحلات واتكتبت عليها اسمه. ومستغربين في ايه، حتى المعلم بشر مستغرب هو في ايه يا معلم علشان تعمل كل ده.
فقال له أنا هفهمك بعدين. ومنعم هيتكلم مع دهب أخته ويعرفها ويقول لها إن أنت مش هتبقي مكان زمزم يا دهب في يوم من الأيام، وخدي بالك عمرك ما هتحلي محلها. قالت له يا منعم أنا عارفة، أنا كنت عاوزة أعمل بوصية زمزم، زمزم دي صاحبتي وأختي وحبيبتي وطول عمرنا مع بعض على الحلوة والمر. والمعلمين قلقانين وخايفين يا ترى الجنتل هيعمل ايه مع المعلم بعد ما خد الفيلا وخد المحلات وخد الحاجات دي كلها. طبعا على امل انه المعلم هيرجع المخدرات وبعد كده خلاص كل واحد هيروح لحاله، او هينتقموا من المعلم ويقتلوه زي ما هم عايزين. المعلم هيطلب ايد ملك من الجنتل، لكن الجنتل مش هيرضى وهيقول له الا بنتي، ابعد عن بنتي يا معلم، انا عملت لك كل حاجه ونفذت لك كل طلباتك، لكن بنتي ملكش دعوه بيها، بنتي دي اللي طلعت بيها بالدنيا، الا ملك ابعد عن ملك، ملك ما تعرفش اي حاجه عن شغلي ولا تعرف اي حاجه من اللي انا بعمله، وكل اللي طلبته انا عملته لك، محلات وخدتها والفيلا وخدتها وكل حاجه خدتها، انا عايز منك المخدرات وكده نبقى حبايب. أنا عارف إن أنت عاوز تتجوز بنتي ملك علشان تنتقم مني، لكن أنت خدت كل حاجة، عايز مني إيه تاني؟ سيبلي بنتي وابعد عني يا معلم. توقعات الحلقة 29 من مسلسل المعلم. بعد ما شفنا قلاش لما قال الحقيقة كلها للمعلم وقال له أنا هقولك يا ابني على كل حاجة لأني خلاص أنا هموت وأيامي معدودة في الحياة، وقلاش قال للمعلم على كل اللي حصل لأبوه زمان، وفعلا المعلم اتصدم، وبعد كده راح على بيت المعلم بشر وواجهه بالحقيقة. فالمعلم بشر كان مكسوف من نفسه قوي وقال له يا ابني انا مانيش عارف انا عملت كده ازاي، انا كنت بحافظ على صاحب عمري. قال له بتحافظ على صاحب عمرك تدخله السجن وتيتمني وتكسر ظهري طول العمر؟ قال له يا ابني انا عملت كده علشان احافظ عليه وما كنتش اعرف ان الموضوع هيوصل لكده، وعندك حق تعمل اللي انت عايزه فيا. وفي الوقت ده منعم سمع كل الكلام اللي حصل بين المعلم وأبوه المعلم بشر وكان زعل، والمعلم بشر قال له ما تزعلش يا معلم، ربنا خد لك حقك مني في منعم لما أدمن المخدرات وما كنتش عارف أعمل له إيه. وزعل الدهب من كلام المعلم وقالت له ليه يا معلم؟ زمزم صاحبتي وسابتها لي أمانة، أنت ليه بتعمل كده؟ كده بيعرفها يعني إن أنا مش هتجوزك زي ما زمزم قالت أو هي عايزة، لأن طبعا اللي كسره طول عمره هو أبوها. وهيروح المعلم الفيلا عنده وهيشوف عمه وهيواجهه بالحقيقة. عمه طبعا هيبقى مش عارف يقوله ايه، ويقول له يا ابني حقلك تعمل اللي انت عايزه، اللي خلاني اعمل كده يا معلم انا كنت بحافظ على ابوك علشان كان عايزين يغدروا بيه وما كنتش قادر اعمل اي حاجة غير كده، وانا ما سرقتش اي حاجة. رد عليه المعلم وقال له وانت بقى اللي سرقت الخزنة وسرقت فلوس ابويا وسايبني مكسور طول عمري؟ قال له لا، انا ما سرقتش الخزنة ولا سرقت فلوس ابوك، ده قرشين انا كنت بحوشهم للزمن. والمعلم هيطرد عمه من الفيلا هو وابنه دياب، هيقول له خد ابنك يلا وارجعوا الحارة القديمة، اقعدوا في بيتكم القديم زي ما كنتوا الأول، أنا مش عايزة أشوف وشكوا هنا تاني. وفعلا هيرجعوا البيت القديم في الحارة، وعمه هيقعد يعيط وزعلان وحزين وهيقول لابنه دياب احنا لازم نرجع الفلوس للمعلم. ابنه هيصرخ فيه ويقول له ازاي ده حقي، انا مش هرجع له حاجة ولا مش هياخد حاجة مني. ابوه هيقعد يقول له يا ابني ده حقه هو، احنا هنرجعه له عشان نرضي ضميرنا. وملك هتروح للمعلم وتتكلم معاه وتقول له انا عايزه اوقع ابويا علشان ما يدخلش مخدرات تاني ويأذي الشباب، انا بعمل كل ده ودكتوره علشان اعالج الشباب من الادمان وهو بيخرب وبيدخل مخدرات ويأذي البلد. وتقول له لازم نعمل حاجه يا معلم، لازم ما ندخلش المخدرات دي تاني البلد، لازم تقف جنبي وتقول لي هنعمل ايه. رد المعلم على ملك وقال لها انا عارف هعمل ايه، ان شاء الله كل واحد هياخد جزاته. والمعلم حزين ومصدوم في المعلم بشر وعمه، وبيقول ازاي ان هم طول عمرهم عاملين فيا كل ده وعارفين مين اللي عمل في ابويا كده وساكتين. وقعد يفتكر زمزم لما قالت له في سر انا معرفتوش الا من كام يوم وعايزه اقوله لك، وهو قال لها انا مش عايز اسمع حاجه دلوقتي، فافتكر ان هو ده السر بقى وان هي عارفه كل حاجه وما قالتلوش. بس هي اول ما عرفت السر من ابوها قالت هتقول للمعلم على طول. توقعات الحلقة الأخيرة من مسلسل المعلم. هنتوقع إن المعلم هيطلب من الجنتل إنه يتجوز بنته ملك، لكن الجنتل مش هيوافق لأن هيخاف من المعلم إن هو هيكون عايز يتجوز ملك علشان ينتقم منها، وهيقوله لأ أنا مش هجوزك ملك. وبعد كده المعلم هيروح لقلاش عشان يعرف منه بقية الحقيقة، لأنه عمله وانتقم له من الجنتل وخد منه كل أملاكه. وهيروح لقلاش وهيقول له قولي بقية الحقيقة، أنا انتقمتلك من الجنتل وخدت كل أملاكه ورجع صبي زي الأول زي ما كان عندك زمان. قلاش هيقوله الحقيقة كلها وهيقوله مين اللي حط المخدرات لأبوه في العربية وهيحكيله القصة كلها، وهيقوله كان في مخدرات تحت السمك دي كانت بتاعتي،
لكن الجنتل كان مخبي المخدرات في كاوتشات العربية، وهي دي المخدرات اللي خلت الجنتل ماسك السوق كله وبقى معلم كبير أوي واختنى. وهنشوف إن ملك فعلا بتحب المعلم وده كان باين عليها، لكن هو ما كانش عايز يتجوزها ولا حاجة، هو كان عايز ينتقم من الجنتل لكن أبوها موافقش. والمعلم خلاص كل المحلات اتكتب عليها اسمه في السوق وبقى صاحب السوق كله، وعنده مكتب كبير مكتوب عليه اسم المعلم. والمعلم هيطلب ايد دهب من المعلم بشر علشان يتجوزها، لأن دي كانت وصية زمزم وهو كمان كان بيحبها زمان. وبعد كده فعلا هيتجوزوا، ودهب هتوافق علشان تبقى قريبة من حسن لأنها بتحب حسن، ودي كانت وصية زمزم ليها إن هي تاخد بالها من حسن وتتجوز المعلم. وهتروح دهب بعد ما تتجوز المعلم هتعيش مع المعلم وحسن في الفيلا، وهتاخد بالها من حسن زي ما زمزم وصتها بالظبط وأكتر، لأنها بتحب حسن جدا. وحسن هيقولها انت هتفضلي معانا على طول يا زوجة. والمعلم هيكون متفق مع الجنتل خلاص ان هو يسلمه البضاعة، علشان هو عمله كل اللي هو قاله عليه، خد المحلات وخد الفيلا وكل حاجة هو كان عايزها المعلم من الجنتل نفذها. وقال له يلا يا معلم هات البضاعة لأن أنا كده عندي مشاكل كتيرة في السوق وعاوز أخلص من المشاكل دي. لكن المعلم مش هيسلمه البضاعة طبعا إلا لما يكون الضابط عارف ميعاد التسليم علشان يخلص نفسه من المشكلة دي. هو كان بس عايز يرجع حق أبوه لكن ملوش دعوة بالمخدرات ولا سكة المخدرات. والمعلم لما يعرف الحقيقة من قلاش كلها هيتصدم في عمه في المعلم بشر اللي هو كان معتبره زي أبوه، وهيقول ازاي إن هما سابوني العمر ده كله والسنين دي كلها بيضحكوا عليا، وعمي هو اللي خد فلوس أبويا من الخزنة وعمل نفسه إن هي اتسرقت. وهيروح المعلم لعمه وهيواجهه بالحقيقة ويقول له أنا عرفت الحقيقة كلها يا عمي. طبعا عمه كان قلقان وخايف من قلاش لما يقوله الحقيقة دي كلها، والمعلم يا ترى هيعمل فيه ايه. والمعلم كان عنده فرصة إن هو يعمل في عمه والمعلم بشر زي اللي عملوه في أبوه، لكن هو سامحهم وهيتم القبض على الجنتل وعلى الدولة وعنتر وكل اللي معاه، وهيتحكموا في قضية المخدرات. وقلاش مات في المستشفى بعد ما قال الحقيقة كلها للمعلم. والمعلم بقى تاجر سمك كبير وعنده مركب صيد كبيرة وبيورد للتجار كمية أسماك كبيرة